السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب، وأهلا وسهلا فيكم اليوم بفيديو جديد. اليوم حبينا نطلع على كافيه منديلا. هي صايرة بباب شرقي وقريبة كتير كتير قريبة على قوس باب شرقي. في عندك اوردر على المكان هو عبارة عن بيت عربي، وعاملينه يعني هو طابقين تحت، في أرض ديار وطاولات وكراسي حوالين البحرة، وفوق كمان عاملين طاولات وكراسي وديكورات حلوة. طلبنا أول شي عصير بردقان وشوكولامو، كتير كانوا طيبين، بس البردقان بصراحة مو كتير ظريف. وبعدين صار وقت الغداء وطلبنا وجبات كريسبي وزنجر كمان. الغداء كان طيب، بس يعني بس المعكرونة مو طيبة. يلعب الكرة حميد محمد لحامد حمدان في وسط الملعب من جديد. هلا القعدة هني كانت بشكل عام حلوة، وعامل يعني أجواء حلوة بمناسبة ذكرى عيد التحرير، يعني حاملين الإعلام ومشغلين هالأغاني الثورة. وكمان هن عندهم شغلة تانية كمان، إنه اللي عنده عيد ميلاد وحابب يحتفل فينه يروح يحجز هناك ويحتفل. هون بعد ما رجعنا على البيت، جايب لنا بابا صدر نابلسية كتير كانت ظريفة وطيبة. صار لي زمان كتير ما أكلت هيك نابلسية بهالطيابة، ما شاء الله يعني كتير ظريفة وطيبة. الله يخلي لي إياه يا رب. هون صار بالليل، فحبينا نطلع نشوف الاحتفالات شو عاملين برا. فكل السيارات طالعة، العالم كلياتها طالعة، وهالإعلام العالم طالعة من السيارات حتى شوفوا كيف كل العالم مبسوطة، وزمامير السيارات وعجقة كتير.
وهون تاني يوم حبينا نطلع على الجامع الأموي. فتنا على الجامع وصلينا وطلعنا تمشينا هيك شوي بالساحة برا. الساحة ما شاء الله حلوة ما أحلاها، وكانت شوي عم تنزل المطر، يعني كتير حلو والله كان. بعد ما طلعنا من الجامع مرقنا على الحمدية، ومرقنا على سوق مدحت باشا وسوق الألعاب كمان والبزورية يعني جبت منها هيك شوي البقية، وهدول ذكريات أيام الطفولة. بعد ما خلصنا مرق بابا واخدنا وطلعنا تفتيلة بالسيارة. مرقنا من ساحة العباسيين والصناعة والتجارة وساحة الأمويين، يعني ما خلينا إرنا ما درناها. قبل بيوم كانت هاي الساحات كلياتها مليانة وعالم عالم عالم، يعني قد ما بقولكن عالم قليل، كتير عجقة كان. قبل ما نرجع على البيت قلت لحالي نمرق على محل حلويات ونجيب شوية حلويات بما انه قرب موعد سفري. فقال لي بابا عند الوسام كتير طيب. مرقت والله جبنا شوية حلويات من عند منه، وبعد منا رجعنا على البيت. وهون تاني يوم، وهذا النهار كان آخر نهار إلي بسوريا نهني. فأختي حبت تدللني الله يسلم إيديها يا رب، وحبت تساوي لي كبة مشوية من تحت إيديها. أي والله قعدت تشتغل فيها تقريبا النهار كله، يعني الله يعطيها العافية. وكنا البركة كترة، يعني أنا وإخواتي وأولادهم وأمي وأبي وأخي ومرت أخي، يعني العيلة كلها مجتمعة. هون بعد ما خلصت حبيت صورهم انا، لها شو هالتحفة الفنية ما شاء الله، الله يسلم ايديها يا رب ويعطيها العافية. ما شاء الله من كتر المطر اللي كانت نازلة ما شاء الله ما وقفت، يعني كل نهار نازلة المطر عبت الدنيا ما شاء الله. فكنا بدنا نشغل هالمنقل ونشوي هالكبايات على هالمنقل. بعدين لما شفنا المطر نازلة فما خرجوا نشغل المنقل، فقلنا لحالنا يلا على المقلاية مندبرها، مهم انه نحنا ناكل شو كبة مشوية. الله يسلم ايديها وقفت وساوتهم. واخر النهار جهزنا هيك قعدة بسيطة، قعدنا وسهرنا شوي. وهالليلة بالذات حرفيا ما نمنا لوش الصبح يعني، وانا تاني يوم سفري يعني. اي والله يعني كان نهار توديعة. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بتمنى تعجبكم يا رب. ولا تنسوني من دعمكم واللايك والشير والاشتراك بالقناة وتعليق حلو. وشكرا للكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.